السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الكنافة المحشية مكسرات وزبيب وجوز الهند بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطرية. معانا اللي بيحب كنافة طرية، اللي مش بيحبها ناشفة، يعني بيحب الكنافة تبقى طرية كده، هنعملها طرية مع بعض. هنا معانا ربع كيلو كنافة أو نص كيلو كنافة على حسب، يعني عايزة صينية كبيرة عايزة صينية صغيرة. دي كانت صينية وسط، خدت ربع كيلو كنافة. هندهن الأرضية سمنة، مش بنحط على الكنافة ولا سكر ولا أي حاجة. احنا بنبقى كنافة بس مطلعينها من الفريزر، نفركها كده عشان تبقى سهلة معانا، أو لو صبحة هتقطعها قطع صغيرة ونرصها في قلب الصينية. ندهن بس الأرضية سمنة ونرص الكنافة في قلب الصينية، وبعد ما بنرص أول طبقة نحط السمنة. معانا كوباية سمنة، أهم حاجة الكنافة تسقيها سمنة كويس، هي اللي بيخليها هشة كده وطرية معاكي وحلوة. هنحط بقى الزبيب وجوز الهند والمكسرات بقى على حسب الرغبة، سوداني، عين جمل، لوز، اي مكسرات انت عايزة تحطيها حطيها. انا حطيت زبيب جوز الهند وسوداني. انا هحطها كده كلها كده، هحطيها كده كلها بالزبيب جوز الهند. بعدين نحط السوداني، نكسره كده تكسيرة، نص تكسيرة. ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200 قبلها، يعني قبلها ب10 دقايق كده نسخن الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. ما بنطلعهاش الا لما نلاقيها احمرت من تحت ومن فوق ونطلعها. تلاقي الصينية كده ثابت الجوانب بتاعتها، الكنافة ثابت جوانب الصينية. وبعد كده بنطلعها بتلاقيها احمرت من فوق ومن تحت. لو الفرن عندك ما بيحمرهاش من فوق، ممكن لما تلاقيها احمرت من تحت تشغلها الشواية. هنا نسقيها برضو بسمنة من فوق الوش، نشربها كده كلها سمنة وندخلها الفرن. ونكون محضرين شربات وسط، اللي عايزها طرية اللي عايزها ناشفة يكون محضر شربات تقيل. وانا هسيب لكم صندوق الوصف الشربات التقيل وشربات الوسط. ده شربات وسط وكان دافي. اول ما اللي بيحب الكنافة طرية يسقيها شربات دافي ووسط. اول ما بتطلع نسقيها على طول بالشربات الدافي ونغطيها، هتطلع طرية معاكي جدا. تغطيها بقى وتسيبها لحد ما تهدى خالص. هنا طلعت معايا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين عاملة ازاي؟ طرية من جوه خالص وطعمها حلو قوي، مش ناشفة ولا اي حاجة. ياريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنساش بتعليقاتكم.